أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. الفيديو النهارده يا شباب هنتكلم عن الأوفر رايد، وطبعا الفيديو النهارده هيكون بسيط إن شاء الله، عايزك بس تركز معايا. فطبعا يا شباب عشان نفهم الأوفر رايد فأنا عملت لكم مثال هنطبق من خلاله الفكرة من أوفر رايد. فأنا عملت كلاس اسمه أنيمال، والكلاس اللي اسمه أنيمال دوت كان عندنا ميثود اسمها ايت وبتاع برنت كلمة أنيمال إز ايتنج. وعملت كمان كلاس اسمه دوج وكلاس اسمه كات، والاتنين كانوا بيرثوا الكلاس اللي اسمه أنيمال. فدلوقتي الكلاس اللي اسمه دوج والكلاس اللي اسمه كات هيحتوي على الميثود اللي اسمها ايت. فالاتنين دلوقتي هيكون عندهم المقدرة إن هم ياكلوا، لأن أنا كنت باورث الكلاس اللي اسمه أنيمال، والكلاس اللي اسمه أنيمال كان فيه الميثود بتاعة الإيت. فأنا هنا بقى عملت أوبجكت من الكلاس اللي اسمه دوج، أوبجكت من الكلاس اللي اسمه كات. فتعالى بقى نعمل مثلا دوج دوت إيت، وتعالى نعمل كات دوت إيت، وتعالى نعمل رن ونشوف هيحصل معانا إيه. فزي ما انتم شايفين يا شباب كاتب لي animal is eating، اللي هي الميثود بتاعتي اللي انا كنت وارثها. فطبعا يا شباب ده هيسبب لي مشكله. ايه المشكله اللي انا بتكلم عليها؟ المشكله اللي انا بتكلم عليها ان ايوه جميع الحيوانات عايزها لما تورث الكلاس اللي اسمه animal يكون عندها المقدره ان هي تاكل، ولكن طريقه اكل الحيوان بتختلف من حيوان للتاني. يعني اكيد طريقه اكل الكلب بتختلف عن طريقه اكل الكلب. فدي المشكله بالنسبه لي، ان انا لما اورث الكلاس اللي اسمه animal هورث مع الميثود اللي اسمها eat، وهورث كل حاجة فيها بالتفصيل، نفس الكود ونفس كل حاجة. فعشان كده لما أنا ورثت الكلاس اللي اسمه أنيمال وعملت هنا أوبجكت من الكلاس اللي اسمه دوج واستدعيت الميثود بتاعة الإيت، الاتنين اداني نفس الناتج اللي هو أنيمال إز إيتنج. فطبعا دي يا شباب بالنسبة لنا هتكون مشكلة، إن أنا أيوه عايز أورث الكلاس اللي اسمه إيت، ولكن الكود اللي جواه عايزه يختلف من كلاس للتاني. فعشان نطبق الفكرة ده يا شباب هنستخدم بقى مبدأ الأوفر رايد. يبقى مبدأ الأوفر رايد بيسمح لي إن أنا أعيد استخدام الميثود ولكن باختلاف الكود اللي جواها. فتعالى بقى جوه الكلاس اللي اسمه دوج نستخدم مبدأ الأوفر رايد، إن أنا أعيد استخدام الميثود اللي اسمها eat. فأنا هنا أعمل void eat، وأعمل هنا مثلا print ليه dog is eating. تعالى بقى نعمل اوفر رايد للميثود ديت علشان اعرف البرنامج ان الميثود ديت هي نفس الميثود الموجوده في كلاس الانيمال، لان دلوقتي البرنامج شايف ان الميثود ديت مختلفه عن الميثود ديت. يعني لو جيت عملت ران هتلاقي الاوبجكت بتاع الكلب مديني dog is eating. فهو دلوقتي البرنامج شايف ان الميثود بتاعت الايت ديت مختلف عن الميثود الموجوده في الانيمال. فانا لا، انا عايز اعرف البرنامج ان الميثود ديت هي نفس الميثود بتاعت الانيمال. فانا عشان اعمل كده هروح على الفانكشن بتاعتي واكتب فوق كلمه override. فتعالى هنا بقى نكتب at override زي ما انتم شايفين كده. فانا هنا بقى لما اعمل run كده هتتلاقي مديني dog is eating. وطبعا مش عايزك تتلخبط وتقول مثلا إن الميثود ديت مختلف عن الميثود دي، لا يا شباب الاتنين واحد. يعني تعالى مثلا كده نروح على الكلاس اللي اسمه cat، وتعالى نكتب الميثود بتاعت الايت على طول. فلو كتبت الميثود بتاعت الايت اللي انا وريتها من الكلاس اللي اسمه animal هتلاقي من نفسه عمل لي override فوقها. تعالى نمسح ديت عشان ما نتلخبطش، هنبقى نشرح الموضوع ده بعدين. وتعالى نعمل print اللي cat is eating. وتعالى نعمل ران نشوف هيحصل معانا ايه. فزي ما انتم شايفين يا شباب مديني cat is eating. فانا هنا مثلا ما كتبتش الميثود المختلفة، لا خالص، ده انا استدعيت الميثود بتاعة الايت، ان انا رحت عليها وكتبت كلمة it على طول، ان انا بستدعي الميثود الموجودة في الكلاس اللي اسمه animal. فانا لما انا استدعيتها اتلاقيت البرنامج من نفسه عمل لي اوفر رايد فوقها، لان هو خلاص دلوقتي بقى عارف ان الميثود ديت ميثود انا كنت كاتبها في كلاس اللي اسمه animal وانا بستخدمها تاني، ولكن لما اجي استخدمها هستخدم كود مختلف. فانا هنا بعمل برنت بقى لكات is eating، هيدينا بقى الناتج اللي كنا عملنا له رن زي ما انتم شايفين كده. فده طبعا يا شباب استخدام من استخدامات الاوفر رايد، ان انا بعيد استخدام ميثود كانت موجوده قبل كده ولكن هستخدمها بطريقه مختلفه. وتعالى اقول لك على استخدام تاني من استخدامات يا شباب برضه الاوفر رايد، ان انا مثلا لو كان شغال معايا شخص تاني وانا كنت عامل الكلاس اللي اسمه انيمال، والكلاس اللي اسمه انيمال دوت كنت كاتب فيه فانكشن او ميثود يعني اسمها ايت، وجيت هنا في الكلاس اللي اسمه دوج استدعيت الميثود دي تاني. فطبعا انا ما كنتش كاتب هنا اوفر رايد، فالشخص اللي معايا هيفهم ان الميثود ديت مختلفة عن الميثود اللي اسمها انيمال. وانا مثلا لو كان الكلاس اللي اسمه انيمال دوت كنت كاتبه في فايل تاني، الشخص اللي معايا ما كانش هيعرف ان الميثود ديت معاد استخدامها. فمن استخدامات برضه يا شباب الاوفر رايد، ان مثلا لو كان معايا شخص تاني بعرفه مثلا ان الميثود ده معاد استخدامها من مين، من الكلاس اللي انا بورثه. تعالى كده بقى ننتقل على النقطة التالتة، ومثلا جيت على الميثود اللي اسمها ديت
وغيرت الكلمة بتاعتها، يعني مثلا كتبت هنا بدل ايه سمول كتبت ايه كابيتال. فزي ما انتم شايفين هنا مديني warning. ليه مديني warning؟ لان انا اصلا ما عنديش ميثود اسمها ايت انا عامل لها override. يعني الميثود اللي كانت عندي اسمها ايت والاي سمول، فانت ازاي بقى تروح تعمل فانكشن اسمها ايت والاي كابيتال؟ انا اصلا ما عنديش ميثود بالطريقه ديت الاسم بتاعها بكده. فانت ازاي تعمل لها override؟ لان الميثود ده اصلا مش موجوده اصلا في الكلاس اللي اسمه انيمال. فانا لو شلت الاي كابيتال ديت وخليتها اي سمول هتلاقي شغال معايا عادي، لان البرنامج خلاص عارف ان الميثود ديت معاد استخدامها من الكلاس اللي انا واخده. فبس عشان دي كانت الفكره من اوفر رايد. يبقى تعالى اقول لك الفكره تاني. الفكره عشان من اوفر رايد ان انا مثلا لو كان عندي كلاس والكلاس ده كان فيه ميثود، فانا كنت عايز اعيد استخدام الميثود دي تاني ولكن بطريقه مختلفه. فاحنا بنستخدم بقى الاوفر رايد عشان نطبق الفكره ديت. فانا هنا عدت استخدمت الميثود اسمها ايت ولكن كتبت جواها كود مختلف. فزي ما انتم شايفين كده كتبنا هنا دوج از ايتنج، وفي الميثود بتاعت الانيمال كان كاتبين فيها انيمال از ايتنج. فالاوفر رايد احنا بنستخدمها علشان نعيد ميثود احنا كنا مستخدمها قبل كده ولكن هنطبق فيها كود مختلف. وكمان من استخدامات الاوفر رايد يعني ان انا لو معايا شخص تاني فانا هنا بعرفه ان الميثود ديت انا كنت كاتبها قبل كده وبعيد استخدامها. فدلوقتي اول لما الشخص ده يشوف كلمه اوفر رايد يعرف على طول ان الميثود ديت احنا كنا كاتبينها في مكان تاني ورجعنا استخدمناها تاني. فبس يعني ده كان فيديو النهارده. يبقى كده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى اكون استفدت منه. مع السلامه.